عروسة يلا عندها 25 عام، بنت باقا صغيرة وقارية وزوينة، وقالت لك سميتها هند. وقلت لها ايه عاودي ليا شويه على عكوزتك بعدا باش نعرفها ونعرف الطبع ديالها وعلاش درتي ليها هادشي كامل، واش كتستاهل ولا لا، باش نعرف شكون اللي فيه الديفو، واش انتي ولا المرا. وهي تقول لي انا نعاود لك بالديتاي. قالت لك تلاقات هي وراجلها وتفاهموا وخطبها، المهم بلا ما نهضر لكم في هادشي نختصر لكم. داروا العرس ديالهم تزوجوا كيما الناس. وقالت لك السيده ساكنه كانت بوحدها في دارها، وراجلها عنده دارو بوحدو، وقال ليها يعني انا نسكن بوحدي وتسكني معايا وداكشي. والدة ديالو عندها دار كبيره بوحدها ساكنه فيها، نبقاو نزوروها مره وزعما عادي مهم بحال كاع الناس. السيده كانت ساكنه هي وراجلها. ايوا المهم قالت ما ماشي مشكل. المهم قالت لك تزوجات بيه على سنة الله، مشات لدارها مشات فرحانه. قالت لك السيده راحتها مشات 10 ايام، باقي تم ولفات دار جديده، باقي تم استوعبات. هي العجوزه هازه صاكها وجايه هي والشيخ وجايين. قال لك هما ما يبقاوش بوحدهم، ولدهم متزوج وخاصهم يتوانس، اللي يدخل ويخرج عليهم ويتوانس معاهم ووليداتو يعيشوا وسطهم. قالت لك لا، هما غادي يجيو يسكنوا معانا. انا تصدمت بزاف وبقيت مبهوره، حيت ما كنتش كنتخيل انهم يجيو يسكنوا معانا. انا من دايما كنعرف السيده عايشه بوحدها، عندها بناتها مزوجين ساكنين بعاد عليها، كيجيو عندها في الصيف وفي العطل. وراجلي هو الوحيد الولد اللي كاين، هو بوحدو وسط البنات، يعني ما عندوش خوت الدراري. ولكن مع ذلك كنعرف السيده حيت كلها وهي ساكنه بوحدها. وراجلي من يخدم وشرا دارو وهو ساكن حتى هو فيها، يعني حتى راجلي اللي كان قبل ما يتزوجوا ما كان ساكن معاها. كل واحد ساكن بوحدو ومقرب، كيمشي عندهم السبت والحد، كيمشي عندهم يدوز عندهم شي عشيه بحكم انهم كاينين في نفس المدينه. ولكن باش كنت كنتخيل راسي تسكن معاهم لا. حوايجي اللي شريت ودات كلهم حوايج غير شرطات تيشيرتات، داكشي غير بوحدي. المهم عندي شي قميصات وداكشي ديال المناسبات ولكن ماشي كتير. ما كنتش عواله، المهم من الاخر ما كنتش عواله على السيدات تسكن معايا. مع ذلك قلت ماشي مشكل، مشيت كنجري شريت كنيضرات. لبستهم في الدار، كنلبس عليك كنيضرات ديال العيد باش كنبدل، حيت انا كنت في داري كنلبس غير بيجامات شورطات. المهم انا اصلا كنت باقا جديده ما جايباش معايا ما معولاش على شي حد يسكن معايا في الدار، شي بغيت نقصر لكم. ايوا صافي. واخا بقيت مصدومه وما عجبنيش الحال وسولته، قال لي صراحه ما عرفتش ولكن ما نقدرش نجري عليهم، ها هما هنا معانا هما اصلا ما موالفينش يسكنوا في شي بلاصه اخرى غير دارهم، واحد شويه يمشيو بحالهم. وسيده بحال كانت غير باغاها فيا. ايوا يا البنات كتنوض مع الصباح، كنوض حتى انا كنلقى السيده غضبانه دايره كتقول لي واه العشره هادي انا باقي ما شربتش دوايا. المهم ما عجبها حال، وقلت لك ما مسكينه خاصها نوجد ليها الفطور واخا، ولكن من العاده هي ساكنه بوحدها في دارها. كتقد فطورها راسها، علاش بالضبط ملي جات هنا وجايه ساكنه خصها انا اللي بقى نوجد ليها الفطور. ايوا المهم قلت ماشي مشكل، تجيب لنا داك الفشوش واخا تجلس معنا شهر شهرين. صافي تصبر ليها وتمشي بحالها. عاودت هادشي لماما، قالت لي ماما ما عندك ما ديري، هادشي اللي عطانا كره دابا هي غير جايه تما تشوفك وتعرف عليك وغادي تمشي، ما غاديش تصبر تسكن معاك، يعني غادي يحشموا من ولدهم. طلطمه صغيره يعني ما غاديش يرتاحوا. السيده موالفه دارها، ما يمكنش تسمح في دارها. دابا راه جايه واخا قالت لكم تجلس مع ولدها دايما، ولكن ما كنظنش غير باش نجربك واش بنت الناس ولا لا. ايوا مشيت نبين ليها راسي انني بنت الناس، وليت كنوض مع الصباح 8 الصباح كتلقاني فايقه نوجد ليها الفطور، مع ان راجلي ما كيمشيش الصباح بكري للخدمه، هو كيمشي حتى لداك 9 ونص. المهم كنفيق قبل منهم كاملين ونوجد الفطور ونحط الطابله هي هاديك. الخبز غير كنجمع الطابله، كندير الخبز، كنوض نعجن الخبز، كنرد الغدا في وقته، الفطور في وقته، العشاء في وقته. ايوا السيده هكاك وما عجبهاش الحال، ديما نافخه، ديما كتقمقم، ديما ندوز حداها كتنطق ليا بشي كلمه اوف اش هاد الوسخ اش هاد الشيء. المهم امتى ما ندوز تلوح ليا كلمه ومن نقول ليها نعم تقول لي لا كنهضر بوحدي، لا هكا وصافي ماشي معاك كدير لي هاد التناوي هادي وانا جالسه في داري. ايوا يا البنات بدا كيدخل معايا القاصح، بدا الشهر الاول بلك شايف ما بقيتش كنفكر بحال اللي كنت في الاول عروسه جديده، كيفاش نهتم بداري، كيفاش نهتم بحالتي. وليت كنشوف كيفاش نرضي هاد الشيبانيه.
هاد العقل واش هي راجلها اللي جاو جلسوا هنايا، ما حشموا ما استحياو. حنا انا باقيه والله ما كملتش شهر، يلا جيت لداري ب10 ايام جاو كيجريو تابعيني. ايوا المهم هادشي اللي نعاود ليكم. بقيت يا البنات باش ما تقولوش لي راه ظلمتها ولا شي حاجه، بقيت كنحاول نرضيها، نوض مع الصباح الفطور على حقه وطريقه، الحريره اللي كيشربوا، كندير اتاي، كندير قهوه، الخبز واخا ما كنبداش نعجنها بكري ولكن كتكون عندي الخبز ديال الدار. ايوا مره ندير مسمنات، هادشي اللي وليت هاديه، وليت النهار كله وانا في الكوزينه والسيده والله لا رضات عليك. مع ذلك غتشكى وتغبن ويجي ولدها وطيح جوج دمعات ما يقول لها مالكي، ما كتجاوبش زعما بحال انا درت ليها شي حاجه، كيبقى يشوف فيا بحال كتبين له حكرتها في شي حاجه ولا حيدت ليها شي حاجه ولا ما عرفتش. وانا براسي ديك الساعه مازال ما موالفاش، انا براسي حاسه راسي غير ضيفه وسطهم، مازال ما مستوعباش انها دار. ويا البنات بقات هكاك، ها هو الشهر الاول هكاك، من بعد وليت كتسمعها كتهضر مع بناتها في التليفون وكتشكى، كتقول لهم ويلي واش تبارك يا رجعت، انا صافي ديك الساعه غير تقتلني، والسيده ما كتعرف طيب والو وما كلتها باسله، اتاي ديالها صفر حالته، قهوه ديالها، المهم هادشي اللي ولات كتعيب. ايوا واحد النهار وانا مشي لها وقلت لها خالتي سمعتك كتقولي اتاي ديالي باسل وما كلتي باسل، هاتي الكوزينه لدارك هادي، نوضي طيبي داكشي وعلميني تانا. المهم هادشي انا كنت باقا دايره فيها بنت الناس. ايوا قالت لي لا بلا ما كنتش، ماشي عليك كنهضروا على فلان شي وحده ما كنعرفهاش، انا ما عرفت داك السميه عطاتني. لا لا انا ما قلت عليك والو بنيتي، ما كطيحي عليا الباطل وزيدو مابقاش تصنتي لي. انا كنهضر مع بناتي، انا ما كنتصنتلكش ملي كتهضري مع داركم ولا كتهضري مع شي حد، كل واحد يديها سوق راسو، مابقاش تصنتي ليا. هكا قالتها لي وخرجت فيا عينيها، وقلت ربما واخا انني كنت متاكده انها كانت كتهضر عليا وحيت كتشوف كتعطي شي ديطاي وقع عندنا في الدار. ايوا قلت ربما. ايوا المهم هنا فين عرفت راسي انني طحت في واحد الموقف ما خاصنيش نبقى هكاك مستوها. قلت واخا ربما انا غادي نكمل وانا غادي نشوف، ولكن خاصني نتقاعد ليها باش نجمع معها ونطوي، انا نربيها على يدي، ندير ليها النهار الاول يموت المش. بقيت عاوتاني كنطيب ونحط ودايره النيه ونعجن الخبز وندير الحريره في الصباح. الحريره البنات الا بقات لي وخليتها حيت انا ما كنشربهاش وراجلي ما كيشربهاش، يعني غير هي وراجلها، الا كثرت شويه وبقات لي وخليتها في الثلاجه تبات غد ليه الصباح كتقول لي انا ما كنشربش الحريره بايته، كل نهار خصو الحريره تاعها. ايوا قلت واخا. المهم سيده دايره رجل على رجل، اشنو كدير حاضيه غير كدور تابعاني في الدار، غير نغفل عليها تقلب عليا في كاينه، تشد التليفون، حسيت بها بحال كتصور لي الطابله ولا كتصورني في داري، كتهضر عليا وتدخل بيتها وتهضر هي وراجلها، ولا كنلقاها كتهضر في التليفون، ولا المهم ما بقيتش مرتاحه نهائيا. وهنا فين عرفت راسي انني خاصني نتقعد وخاصني نوض نتوقد ليها ونخرجها من هنا، لانني انا في الاول راه قلت ماشي مشكل، ولكن حسيت بها هي اللي باغا تنوز عليا وباغا ديرني تحت باغا تمرضني في داري. ايوا قلت لها بلاتي انا غادي نوريك بنات الرجال كي دايرين. مشيت للبنات، اول حاجه درت هو انني مشيت خديت مانع الحمل، حيت في الاول كنت طلقاها على الله، كنت كنقول انا بغيت وليداتي نربيهم ماشي مشكل، يعني كنت باغا نولد. خديت البنات مانع الحمل باش ما نولدش، لان السيده كنت غادي نطلع معاها كاتريام باش داك الساعه فين ما وصلت ما يشدني لا والد، ما نكون حامله، زعما فين ما وصلت الراجل تقبل هو هذاك ما تقبلش الله يعاونه. واخا انا راجلي كنت باغاه كان مهالي فيا وعزيز عليا. ثاني حاجه هي انني ما بقيتش كنوض ليها في الصباح. اش وليت كنوض كندير الفطور راجلي، وكندير ليه هذاك التشيشه اللي حدا راجلي، كندير ليه هذاك التشيشه اللي كيشربوها في الصباح. حدو راجلي كيخرج كنطفي عليه البوطه ورجع نجبد عليه، تيقرب يجي راجلي مع داك 12 ولا الوحده. راجلي كيقرب يجي كنوض انا بنص ساعه قبل، كنخرج من بيتي كنلقى السيده عاد باق طقطق بالفقصه، كنوض نجري نسد على الكوكوط وندير دغيا هكا ونجبد الخبز من الثلاجه، حيت هي في الاول كتقول لي ما ديريش الخبز في الفريكو، كناكلش انا حاجه الفريكو، وليت كنشد العكس معاها، كنعجن ونحط الخبز في الفريكو باش ما نبقاش نعجن يوميا. واش غير انا وراجلي غنبقى مقابلها هي نعجن ليها يوميا؟ ويلي. ايوا نرد داك الغدا دغيا ويجي راجلي يلقى دغيا الطابله هي محطوطه بالخبز، هو حطيتو في الفران يسخن، جبدتو فيه وحطيتو في الفران يسخن، وتبقى هي تشوف ودير راسها ما بغاتش تاكل. كيقول لها هو مالك امي كولي، كنقول ليه لا ما فياش. المهم وانا ناكل
غير هو يرجع لخدمته ونخلي ليها الطابلة هكا ونمشي نجبد عليه حتى يقرب انه يجي. ايوا يا البنات، كان خاطري لا كانت انتي نافخه ما عجبك حال ما عجبك حال، سوا كبلت بيك سوا فقت بكري سوا ديت لك الفطور، اللي درت لك ما عجبك اللهم ندير لك نيت الحاجه اللي ما تعجبكش باش تيلا غضبتي ونفختي حنوكك تعرفي علاش. ما تكونيش غادي راهو تهمني في باطل ويبقى فيا الحال، بعدا انتي لا تهمتيني ما يبقاش فيا الحال ونكون بعدا مبرد على قلبي. ايوا يا البنات، هادشي اللي درت ليها. تيقرب يجي راجلي في العشيه عاد كنهضر وندير دغيا داك اتاي داك الكوتي دغيا، حيت راجلي مكيشربش القهوه حتى القهوه ديالو ما كنديرهاش، ونحطها تما وياكل راجلي وندخل انا وياه البيت ونشعل التلفازه. بس حنا راه عاد جداد غنبقاو تابعينها هي. ايوا سيده، نهار على خور وحنا ندخلو وهي تسمعيها كتهرس براق بربلاق طاحت شتت من تما. كيبغي يخرج عندك نقول له لا صافي شوفها ما تحرجهاش خليها ما تبعهاش غادي دارها صافي راه خليها. ايوا بقات سيده هكاك نهار على نهار حتى جا النهار وزدتيها بعدا في لاطوز. فكروني انا ملي وليت كندير الماكله قليله معايا كنعرف شنو كدير، كتقول لا ما بغيتش غير راجلي كاين وليت قاعد يمشي يخرج وكتمشي وتهز الماكله بالكوكوط وتحطها. شنو وليت كندير تاعي كندير الماكله لحد في القد، داكشي اللي كنحط في الطبسيل وناكلو واخا نكملو بلا خبز، ناكل داكشي هكاك بلا خبز. ايوا ملي كتقول لي لا ما بغيتش صافي ملي كتنوض هي تبغي تحط الماكله ليها وراجلها ما كتلقى والو. ايوا السيده كانت غادي تطرطق ناضت هدرت مع راجلي قالت له مرتك ما كديرش لينا ما كتنوضش طيب لينا. قال لي امي انا كنشوفها كتنوض مع الصباح وكطيب الفطور كيفاش ما كتنوضش؟ لا راه كتخرج كتدخل لبيتها وكدير جا عندي قال لي افلام شنو قالت لي امي علاش انت ما كدير؟ قلت له راك شتيني كنوض كندير ليها الفطور كنعجن الخبز ديال الدار كندير ليها الحريره تاعها وكلشي، راه هي عمرها ما غادي ترضى ما عتمالها معايا. قلت له بطبيعه الحال انت كتخرج انا جامعه شغل نقدا كلشي علاش نبقى جالسه حداها هي وباك؟ صافي كنشدو كندخل لبيتي حتى انا نتفرج ونتكا ونهضر مع صحاباتي ونهضر مع خواتاتي. ايوا المهم سيد كيمشي عندها كيقول لها شوفي امي راه الدار دارك طيبي اللي بغيتي وها الكوزينه تاعك كيفاش كنتي كديري قبل اللي بغيتيها ديريها. قالت له لا دابا انت تزوجتي خصها هي اللي تقابلنا وهي اللي تخدم علينا. كيقول لها شوفي امي راه حتى حد ما غادي يقدر يخدم بلا شي حد اخر، حتى حد ما غادي يقدر واخا يدير اللي دار ما غاديش ترضي، راه الدار دارك انت ولات الدار ديري اللي عجبك. وشوفي امي الله يرضي عليك مابقاش تعاودي لي هاد المشاكل هادي، انا راه عندي مشاكل في الخدمه وداكشي وانتي اي حاجه بغيتيها عيطي ليا نجيبها لك ما باقيش ديري ليا بحال هكا. وسيده غير قال ليها هكا ما عجبهاش الحال مشات عيطات لبناتها وكتعاود ليهم. ايوا بناتها بغاو يدخلوا بالخير وحده مورا وحده تصوني وحده تصوني ليا وحده تصوني راجلي وتجلس عليا اويلي حسبيها بحال امك. قلت لهم انا حسبها بحال امي لا وعلاش ما كديريش وعلاش؟ والله ودي انا عروسه جديده بالعكس عزيزه عليا انا عرفتي شنو درت ليها وكنقلي ليها السم غير بالفم كنقول لها بالعكس خالتي عزيزه عليا والدار دارها علاش هي بغاتني ندير المهم كنضدها هي اللي فوتي وكنخرج من فمي غير العسل نقولها الدار دارها اللي بغات ديرو وتعيط ليا تقول لي ديري لي هادي ديرها ليها. بالعكس هي غير دابا واقيلا ما عرفتش ما قنعهاش شقايا ولا شي حاجه ولكن دابا نتعلم انا ما توحلش معايا شويه وغادي نتعلم دابا نعجبكم. كندير ليهم هكا ويمشيو عند راجلي ثاني عمر راجلي مره يدور فيهم مره يسيس معاهم وبقينا جارين حتى لا يقول صافي طجات اشنو وليت وطلعتي هاني بوخر البنات تعجبوا فيه من غير داكشي انني الماكله كنقول بها يعني الوقيته اللي ما غاديش تاكل ما كتلقى والو في الكوكوط فاش كدير حدا ولدها ما بغيتش زعما ماكلتها باسله كتمشي ملي كيخرج ولدها كتمشي للكوكوط باش تحطيه وراجلها ياكلوا ما كتلقى والو. والفطور حتى هو اللي ما بقيتش كندير ليها داكشي اللي كتبغي داك الحريره ديالها وليت كيخرج راجلي كنطفي عليها كتبقى هكاك ما طيباش مزيان ونغير هادشي البنات طلعت منيبو وليت كندخل لبيتي ونشد التليفون ولا حتى الا ما بقيت معاه نهضر ندير غير المقاطع اللي كيضحكوا اونجليز كا بالضحك كنضحك وهي برا كنخرج كنلقاها زرقا السن قريبه تموت. ايوا قلت لكم ندخل ندير داك المقاطع ونقول كاكا وهي راجلها حتى هو مقوت ما الراجل كان ساكت ولا حتى هي كتسمم وما كتلقاش فين تبدا تسمع كتبقى تعاود ليه حتى صافي وجهي طق عليا طق خليني نعس راكي قال الله يا خالتي انا نعست في الليل ما جانيش النعاس دابا غاكن
ونهضر مع اختي وكنضحك، وانا ما كنهضر مع اختي ما والو، انا كنتفرج غير وحدي في المقاطع ونشبع ضحك. نقول لها غير كنهضر خالتي صافي واخا انا غادي نسكت، ويجي راجلي في العشيه ويتعاود له ما خلاتناش نعسو، بغيت غير نتكا وهي جالسه بيها والضحك بغيت نعرف فاش كتقول. كنقول له الله فلان راه انا هذاك غير الصباح، وانا كيسحب لي واش الصباح زعما ماشي الليل ولا شي حاجه اللي مصدقها. المهم داك الراجل بغينا نخرجوا ليه العقل، هي كل ما دير الحاجه ما خرجش ليها انا كلام معاك، خرج ليها غاز من الغسل. هي خرجتي واخا داكشي اللي فراسي ندير بحال فراسي هبيله. ايوا يا البنات باش كملتها ويملتها ليها اش كندير ليها، هي كتدخل الدوش انا كنسد البوطه باش حتى كدوش كيبرد عليها ما كتبقى تعيط ليا وهينت شعلي البوطه. كنقول انا شاعله مالها بلاتي، ونخليها تما تقلاصه مع خاطرها، عاد نشعلها ليها باش تكمل. نقولها ما عرفت مالها بلاتي، نقلبها بلاتي مره اخرى ثاني تبغي تدخل الدوش كندير ليها نفس الشيء. ولكن البنات كنرد البال خصها راجلها ما يكونش باش ما يشوفنيش كنطفي ليها البوطه، ولا يسمعني يمشي يقلب البوطه يلقاها مطفيه. بطبيعه الحال كنكونوا غير انا وياها. ايوا المهم ما لقاتش داك السيده راحتها، تمشي تنشر حوايجها، نمشي نخلط البيض ونقيسهم، كتشم حوايجها كلهم زفري، كتقول ما عرفتش هاد الريحه كاينه في حوايجي، واش حوايجكم حتى نتوما؟ كنقول لها ياك ما درتيش التيد في الماكينه معنا حوايجي كنعزلهم بوحدي، وحوايجها كنخليهم ليها تصبنهم، السيده راه باقا قاده. نقول لها ما خالتي ود الحظياهم، مع ذلك نغفلها وخا بالليل ونمشيو ندير واحد البخاخ هكا فيه البيض ديال البيض وفيه الماء ونرش ليها هكا، عرفتي كتلبس داك الحوايج كامطه هي كتلبسهم وندخل الدوش ونقطع عليها الماء. ايوا هي البنات قلت لها بخاطري باش هاد المره جي هنايا وحرمي عليا، سكتي بقى يساق لها هكا حتى نتزوج 10 ايام الاولى جي عندي تجري باش تنكدي عليا حياتي. ايوا هي البنات بقيت درت ليها هكا وبزاف عطا الله نقول لكم. عاوتاني واحد النهار اش درت ليها، عاوتاني داك الماء والبيض اللي مخلط وكنا خارجين لواحد المناسبه معروضين، حنا خارجين ونزيد داك البخار درتو ليها الفراشه تك خرجنا. مشينا خرجنا جينا عيانين، حنا دخلنا البيت وهي مشات الفراش كنسمعها كتقول طفا. ايوا يا البنات المهم حيدات واقيلا داك الجوع داكشي الريحه تصلات ليها في كلشي. ايوا نعسات في داكشي مع كنا عيانين من الليل والصهير. غدي الصباح سيده ما فاقت معيفه، فاقت صافي بات تموت، ولات كتشرب غير الزعتر. كتقول لك ما عرفت مالي كاينه شي ريحه كتشمها واش ما عندكمش؟ كنقول لها يا خالتي هاد الريحه خارجه منك، هاد الريحه فيك علاش حنا ما فيناش وانتيا فيك؟ وبغى يخرج لها العقل بعد داك الريحه فين كتجيها. ايوا يا البنات بقات هكاك وتشكي على راجلي وتشكي على خواتاتها. جا واحد النهار راجلي وقال لها شوفي يا مامتي، قال لها رجعي لدارك انتي وبا. جلسوا تما وانا غنبقى نجي عندكم، انتي حسيت بك من نهار جيتي هنا ما مرتاحاش ومعصبه وديما كتشكي هادي وموسوسه، راه غادي ترتاحي وانتي في دارك. ما بغاش، قالت له انا اخر حاجه توقعتها هو انت الواحد يجري عليك. قال لها ما جريتش عليك، امي راه انت بصحتك وبخير عليك، وانا غادي نبقى نجي عندك ونبقى ندوز عندك يوميا ولا نهار لا، ولكن غير المهم رجعي تما تواسر وتما. ايوا يا البنات ما رضاتش، عيطت لبناتها وبناتها حتى هما كانوا قالوا ليها نفس الشيء، قالوا ليها ودي رجعي بحالك ما عندك ما ديري مع هذه كتبقى تقتلك بالفقصه. ومع حتى انا كنهضروا معايا وقلت لهم ما عرفت مالها توسوسات، انا ما كندير لا والو، وكنحاول غير نحيتهم حتى هما كنخرج معاهم لعب، واخا كيحاولوا يخرجوا معايا الصبر ولكن دايره فيها. المهم راكم فهمتوا، ما عرفتش مالها حتى كتقول لي هكا واش توسوسات واش شي حاجه بيها، انا ما عرفتش، انا زعما انا حسبتها بحال ميتي ومهليه فيها. ايوا يا البنات كتقول لهم الريحه في حوايجي، كنقول لها عندها شي ريحه الخبز ريحه الزفوريات البيض، ومنين تجيني الزفوريات البيض انا ما عندي حتى بيضه في الثلاجه. فهي كتخيل داكشي ما عرفتش شنو هو. ايوا المهم حتى بناتها قالوا ليها نوضي وسيري بحالك لدارك. ايوا يا البنات جلست معايا تقريبا المده ديال 3 شهور ولا 4 شهور، وكرامتها واحد الصباح هزه حوايجها وخارجه مع راجلي مع الصباح يقول راجلها ايوا شدهم وسلموا. ايوا من تما كنمشي عندهم انا مره في السيمانه، كنمشي عندهم ما تبغيش تشوف فيا حيت هي عارفاني واش داكشي في عيلي، انا اللي كنت كندير ليها شي حاجه، انا رديتها حمقى وهما كاملين كيقول لها راه كتخيلي ولا راه البنت ما كتقول حتى شي لعيب، البنت مع حتى انا وجهي كيدعي البراءه. ماشي داك النوع اللي كنبان شريره. المهم خرجت ليها شويه العقل وها هي رجعت بحالها لدارها وانا مرتاحه في داري، ما ناديها
ما تقاليلي علاش تجي عندي اختي 10 ايام من الفاكاس تاعي وتجلسي تنكدي عليا حياتي. هذيك هي احسن مرحله انا دوزتيها ليا، غير كنشم ريحه خانزه، ما طيبتيش ليا الفطور، ما طيبتيش ليا النهضه، كناكل في نهار واحد. ايوا يا البنات غير بالفم. رجعت بحالها وجلسات وليت كنمشي عندها ساعه المكانه، ومؤخرا وليت سيمانه نمشي سيمانه لا. كنقول لها ملي كنمشي عندها كتعامل معايا خايب، صافي سير عندها غير انت ونصيفطو عندها غير هو. والعيد الكبير والعيد الصغير تاني كنعاود لكم حلقه اخرى، غادي نعاود لكم واش درت لها واحد العيد الكبير غتشبعوا ضحك وتموتوا ضحك، مع ان هي صافي كيقول ليها راه كتخيلي البنت ما كدير والو. انا راه ما كيجيوني ساتي الصواب والاداب غا كيمشي ولدرجه ما تشكيش، غا كيمشي وكندير فيها ما بغيت. غادي تجي الحلقه واقيلا ديال غدا ونعاود لكم اش درت ليها في واحد العيد الكبير. ناري 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 يا البنات، عرفتي راه تشبعوا ضحكه تموتوا بالضحك. ولكن قبل هادشي ما تنساوش ديروا اشتراك باش يوصلكم اي جديد.